لحظات فارقة تضع هذه الأم وابنتها قبل صلاة العيد في مأزق كبير. هذه الفتاة التي بلغت من العمر 24 عاما ولا زالت سنجل، وندى بنت مجدجرتهم اتخطبت. قبل أن نتحرك من منزلنا لصلاة العيد نظرت لابنتي وقلت لها: لن نعود اليوم بدون عريس. قامت الأم وابنتها بالتحضير لهذه المهمة التي لا تقل خطورة عن صيد ذكر الكنغارو في غابات الأمازون. كنت حقا متوترة، وكل ما كان يشغل تفكيري: هل حقا سأعود بعريس اليوم؟ بالتأكيد نعم. شباب كثيرون وسيارات أكثر وأكثر، هذا ما أعطى للمهمة شكل أكبر، وعلى الأم وابنتها مراقبة هذا الجمع الذكوري عن كثب. عندما انتهيت من الصلاة نظرت إلى ابنتي وقلت لها: لقد بدأت مهمتنا. كان على الأم وابنتها في هذه اللحظات لفت الأنظار. قلت لأمي: ماذا أفعل الآن؟ قلت لها: عليك أن تقومي بإطلاق الضحكة بصوت عالي، وإن لم يجدي هذا نفعا عليك أن ترتدي الهيلز 7 سنتي، بيعمل شغل عالي. لم يجدي هذا نفعا، وازدادت المهمة صعوبة، فكل هذا الجمع الذكوري سوف يذهب مع الريح، وما زالت الفتاة سنجل. أصابتني حالة من الإحباط، لكن عندما نظرت بعيني رأيت على بعد 10 أمتار مشهد كارثي: سيارة مرسيدس، والأكثر كارثية أن الذي يقودها شاب ثلاثيني. نظرات الفرح والأمل عادت مجددا للأم وابنتها، وكأن المهمة بدأت أولى خطواتها. حاولت السيطرة على أعصابي وذهبت إليه بخطوات ثابتة، ونظرت إليه في هدوء وقلت له: إزيك، مش فاكرني؟ حالة من الصمت تسود المكان، لكنها لم تدم طويلا بعد انضمام هذه الفتاة للحوار. تنفست الصعداء عندما نظرت إلى يده اليسرى ولم أجد شيئا، واليمنى كذلك، وفي هذه اللحظة سمعت بأذني هاجس: طلي بالأبيض طلي يا زهرة نيسان. سرعان ما اختلقت الأم قصصا وهمية عن كونها على علاقة بأسرة هذا الولد، وفي هذه اللحظة تبادل هذا الشاب النظرات مع هذه الفتاة. عندما نظر لي بدأت مهمتي في اصطياده، وقلت لأمي: علينا الذهاب الآن، الشارع بقى زحمة قوي. في البداية كنت متفاجئا من هذا الموقف الغريب، لكن عندما قالت البنت لأمها: علينا الذهاب الآن، شعرت بأنها محترمة جدا، وسمعت هاجسا بأذني: النهاردة فرح يا جدعان. بدأت المهمة في النجاح عندما عرض هذا الشاب على الأم وابنتها أنه يوصلهم لحد باب البيت. نظرت إلى ابنتي واحتضنتها وهمست بأذنيها وقلت لها: لقد اتخطبت بأعجوبة.